السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى جايبه لكم طريقة الصبليه الفاخر، كله منتظرها النهارده الحلقة الجامدة دي. بجد النهارده هديكوا اسرار المهنة، يعني الخلاصة. حاجة كده مش هتفشل معاكي ابدا، هتعمليها وهتجربيها وكل سنة هتعمليها بإذن الله ليك ولحبايبك. وعايزة اقول لكم ان ده شغلي انا في الاونلاين، بعمله من سنين وعمري ما هغيره. دي المقادير المظبوطة، طعم وريحة ملهاش حل. بجد كل اللي جربه النهارده الحمد لله شكر فيه. هنبدأ معانا المقادير بقى. معانا كيلو دقيق انا نخلاه مرتين، طبعا لازم ننخل الدقيق كويس جدا. طبعا ده دقيق عادي، في دقيق خاص بالكعك والبسكوت اسمه سنبلة الفرات او اي نوع تاني، بس انا بحب الدقيق العادي اللي هو متاح عند كل الناس. معايا 300 جرام سكر بودرة، انا جبته وطحنته في البيت تمام. ومعايا معلقة كبيرة ممسوحة، معلقة الاكل ديت، وجبتها مليتها ومسحتها بودر زي ما انتم شايفين كله كده على بعضه في العجان. ودول 600 جرام زبدة. طبعا عايز تستخدموا نيوزيلندي عادي، فرن عادي برضو ماشية، بس طبعا انا معايا فرن طبعا لان ده المتاح دلوقتي مع كل الناس. لو حابين تستخدموا نيوزيلندي مفيش مشكلة، بس بلاش بلدي يعني صافي. لو حابين تستخدموا مثلا 550 جرام الفرن او النيوزيلندي وتطعموها ب 50 جرام البلدي، مفيش مشكلة، تديها برضو طعم ونكهة الفلاحي، بس كلها على بعضها فلاحي لا، يبقى فرن او نيوزيلنديا. وهنا خدنا 600 جرام من الزبده، طبعا تكون لينه كده بدرجه حراره الغرفه زي ما انتم شايفين كده. ضربتها كويس جدا على درجه، يعني اللي شغلت العجينه على درجه واحد او اتنين. في الاول واحد عشان بس ما يعفرش عليا، وبعد كده اتنين. طبعا انا يعني مهديه عشان خاطر انا مش قافله العجان زي ما انتم شايفين كده، عشان تشوفوا الطريقه وهي شغاله بيبقى عامل زي الرمل المندي كده. وبعد ما عملت كل حاجة كده خلاص، آخر مرحلة هي بيضتين وبنزل عليهم كيسين فانيليا. بس هي دي كل المقادير، هي ده يعني هي دي طريقة السابليه الفاخر. أجمل حاجة من ولا حاجة زي ما بيقولوا. بصوا خطيرة هي، بس يعني ضربتين تلاتة كده وهتلم العجينة معانا، وما نكترش عشان ما تعضمش معانا، تبقى بسكوتة يعني بتدوب في البق برضو، يعني بسكوتة بتقرمش وبتدوب في البق. بكورها معايا بتعمل شكل زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مش هريحها ولا اي حاجه، على طول هشتغل فيها. لو عندكم المفرش السيليكون ده تمام، مش موجود بين كيسين كده. بنفرد كده طبعا سمك العجينه تقريبا كده بالنظر نص سنتي زي ما انتم شايفين كده. هوريكم دلوقتي دي الاشكال اللي انا يعني اتعاملت بيها. انتوا بقى عندكم اشكال قطاعات زي ما انتوا عايزين اعملوها، مش عندكم بمج باي كوبايه عندكم اشتغلوا عادي بغطاء ازازه. كله ماشي. بصوا بقى، خدوا بالكم ان الاشكال اللي انتوا هتعملوها ديت، يعني مثلا انا اخترت مثلا في الاول القلب، وبعدين هعمل منه في نص القلوب دي هعمل خرامات صغيره كده باي حاجه عندي، مثلا اي قمع عندي بخرمها من النص. فانا هعمل العدد، يعني مثلا لو عملت 10 قلوب هعمل زيهم 10 قلوب بس من جوه مخرومين عشان ازينها بالمربى اللي هي الفراوله او المشمش، اي حاجه عندي، او حتى شوكولاته بيضاء او بني، اي حاجه